ورغب في إمارتها والعناية بها عباده، وجعل ذلك من صفات المؤمنين الآخذين بأسباب الشهادة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة، فضله عظيم وجوده عميم، وله على كل شيء سواه الفضل والمنة. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أجارنا به من الفتنة وخلصنا به من المحنة، وأرسله إلينا بخير سريعة وأفضل السنة، القائل من بنى لله مسجدا سقيما كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة، وقوله لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وبعد عباد الله، حماية المساجد من شعائر الدين والعناية بها من أوصاف المتدينين الذين يسارعون إلى مغفرة من ربهم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الشرائع والضرائع والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولا يحب المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما يلحق المرء من عمله وحسناته بعد موته حلما علمه ونسره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في سعته وحياته تلحقه من بعد موته. وقال صلى الله عليه وسلم ابنوا المساجد وأخرجوا الخمام منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال الله تبارك وتعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى في جهة الله للتحقيق. وقال صلى الله عليه وسلم فطوبى لمن رزقه الله ما لم يأمر به المساجد والمدارس والمستصفيات ويذكر به الخالع والمضطر والبائس الفقير. قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا إليه يصعد الكلم الطيب والأمر الصالح. وحين سمعت طلحة الأنصاري هذه الآية قوله تبارك وتعالى لن تنالوا البر قال طلحة إن أحب أموالي إلي ذكرها وقد جعلتها في سبيل الله يا رسول الله فاتقها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم بخل ساك مال الرابي. وجاء عثمان لنصر تلك الآية أيضا لجيش النصرة ب1000 دينار وعمل على 100 فرس و800 بعير في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم ما درى عثمان ما فعل بعد اليوم وهنيئا لأهل المال سريهم مشكورا وحمله المنقودة ومدها أحدهم سبحانه وتعالى بقوله وما لأحد عنده من نعمة تشاء فبورك المرغوب وتبارك الماضي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. القائم بأمره والحاكم بقدره والحالم بمكرون شكره والآمر بحمده وذكره وحسن عبادته وذكره. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا بوحده ووحيده وتصديقا بقدرته على نفي من سواه وضره. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله
فجر ينابع الجمد من صدره وصنف الآثار والأشمال بسكره وغفر له ما تقدم وما تأخر من مصره وأنقص به المؤمن المتابع من دلاله وكفره صلى الله عليه وسلم. وبعد عباد الله، كل شيء دون الله باطل وكل نعيم دون نعيم الجنة شائل، فتحببوا إلى الله بإقامة الفروض وتقربوا إليه بالنوافل، فإنه من أحبه كان سميعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، وإذا سأله أعطى ما هو السائل، وإذا استعاذ به أعاذه من مكروه العاجل والآجل. فآمن الله يا عباد الله، واعلموا أنك إليه واصل ومن هذه الدنيا راحل كما رحل الأوائل، ولا يخلو عنك الشيطان بسقاريف الدنيا وما فيها، ولا يصرفنك عن الآخرة شيطان فإنها آت، واتق الله وأصلح الأعمال فإنك ملاقيها. وعند الحكم العدل استوى فيه، قال الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وآتوه يجعل لكم مخرجا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا مع السعادة الأبدية ويبارك له في الأهل والمال والولد، فطوبى لمن وجد ربه وحبره والصام وقام والصلاة والزكاة وأنفق وتصدق وبر وأحسن وجاد بما لديه وعلى وجود ربه اعتمد، ويا سعادة ونافسه الله من العجب والكبر والفقر والأنانية والحسد، ويا ندامة من في الباطل خاض وجرد من لسانه مغردا لتنسيق الأهرات ووقف لعباده الله بمسجد يتتبع عوراتهم ويحب سيئاتهم، ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. يا رب أفد علينا بذور الخيرات والبركات والأرزاق حتى لا نطمع ولا نلتفت إلى أحد سواك. إلهي جودك دلنا عليك وإنسانك قربنا إليك، يا من ليس بقائد فأنتسره ولا بنائم فأوقسه ولا بهاجس فأنهله، فإن الأمور بيدك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب ولي من في ولاية صلاحية أمة المؤمنين ودمر من في ولاية قراءة المؤمنين. يا رب ولي من في ولاية صلاحية أمة المؤمنين ودمر من في ولاية قراءة المؤمنين. يا رب انصر من نصر الدين واقصر من قصد المسلمين. يا رب انصر من نصر الدين واقصر من قصد المسلمين. يا رب دمر أعضاء الدين. يا رب كما بدأت قريفنا بالسلام فاختمها بأنها وأسكاها وأخلاصها فانتهى كما تحب وترضى. دون شاء وصل على سيدنا محمد تدخل الوضائها وعافية الدار وصفائها كل لسان وديائها وقوت بالروح وصلاتها وعلى آله وسلم. تقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.